السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا موعد إعلان عن مباراة جندي من الدرجة الثانية وشروط الولوج إلى جندي من الدرجة الثانية. قبل ما نشوفوا أهم الشروط وأهم المعلومات حول هذه المباراة، كنتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخر وديروا الاشتراك في القناة وتزيدوا تدعمونا بلايك الفيديو وبارطاج باش يوصلكم كل جديد بخصوص اي مباراة ان شاء الله. بالنسبة للقوات المسلحة الملكية، كل عام كونكور ديال القوات المسلحة الملكية جنود الدرجة الثانية كل شهر في أكتوبر من كل سنة. بالنسبة للشروط للتسجيل في هذه المباراة، فهي هذه المباراة مفتوحة في وجه الشبان فقط، أما بالنسبة للإناث غير مقبولين. التسجيل في القوات المسلحة الملكية رتبة جندي، حيث تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة الشبان المغاربة الذكور متراوح أعمارهم ما بين 18 سنة حتى 22 سنة، والراغبين في الانخراط في صفوف القوات المسلحة الملكية برتبة جندي من الدرجة الثانية. بالنسبة للشروط المطلوبة، أن يكون المترشح متمتع بصحة جسمانية جيدة، وأن يكون عازبا بدون سوابق عدلية، وأن يكون حامل للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وأن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء الأولي. بالنسبة للشهادة المطلوبة، ليس هناك أي شهادة مطلوبة، فقط يكون عندك 18 سنة حتى 22 سنة، مثلا حاصل على الثالثة إعدادي، مهم قارئ شوية من الإعدادي للفوق. فحص حول ملفك الترشيح، سيتم استدعاء المترشحين الذين تم اختيارهم لاجتياز المباراة في وقت لاحق عبر عناوينهم الإلكترونية، وذلك للخضوع لاختبارات الطبية البدنية والنفسية. يجب على المرشحين اصطحاب اللوازم الرياضية. بالنسبة اللي تقبلوا في الانتقال الأولي، كيخضعوا الاختبارات الطبية والبسيكولوجية والبدنية، أي الجري مسافة 1000 متر في 4 دقائق. بالنسبة الشروط ديال المستوى الدراسي المطلوب، فهناك من إعدادي للفوق. وفور إعلان عن المباراة سوف نعلنها في قناتنا إن شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتزيدوا تدعمونا بلايك الفيديو وبارطاج باش يوصلكم كل جديد بخصوص أي مباراة في القوات المسلحة الملكية، عسكرية أو شبه عسكرية. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. واللي عنده شي تساؤل يحاولوا يحطوا لنا في التعليق، نحاولوا نجاوبوا عليه. والسلام عليكم.